عسلامة مرحبا في فيديو جديد. بسكوي بنين على الاخر وطري ومحشي بالكاكاوية، هو بالنواد كوكو ومحشي بالكاكاوية. تو تشوفوه ريسيت سهلة وبنينة. باهي، عندي الفارينة، عندي كعبتين عظم، كاس كيلت شطر زبدة وشطر زيت، كاس سكر، كاس نواد كوكو، ساشي خميرة وساشي فاني، الفارينة كما قلت لكم، والكاكاوية هذيك اللي تتباع الساشي، احنا لهنا يبيعوها هيك في ليدل بلاش ملح، هذيك رحيت منها شوية. سينو تاخذوا يعني كاكاوية معرجة يعني مبشمتة وترحيوها هكا. هاو باهي، حطيت كعبتين العظم، حطيت كاس السكر، وزدت كاس الزيت والزبدة. تنجموا راهو تحطوا كاس زيت برك والا كاس زبدة برك، انا خلطت. باهي، باش نزيد ساشي متاع فاني وباش نركض كل شيء يعني تركضوا بيديكم بالفوي كيما تحبوا بالروبو. انا هكاك يعني انا عشويه هكا قالقه، قلت خليني نعدي بها الوقت، نضيع الوقت معناها. بمغرفه هكاك قعدت نخلط فيها لين السكر حسيته ذاب. لهنا باش نزيد كاس نواد كوكو كما قلت لكم. الكاس اللي عندكم راهو تكيلوا بيه اي كاس. باهي، باش نبدا نزيد في الفارينه باش نحط توا ساشيت الخميره ونبدا نزيد في الفارينه حتى يكشي لين تتلم لي العجينه، تبدا طريه يعني مش تتلصق، اما طريه ما تخليوهاش تيبس يعني كيما متاع الصبلي هكاكا. هاوكا لهنا تو انا باش نقعد نخلط عيني ميزاني، كل مره نزيد الفارينه لين تتلم الكل. انا يمكن 400 جرام هكاكا عملت لي ولا رطيل ما نعرفش، المهم يعني ما تفوتش حكاية 400 جرام فارينة هكا. هاو كيما تشوفوا هاوكا باش نقعد لهنا. لازمكم يعني بيديكم باش ديما العجينة راهو باليد تعرفوا التكستير متاعها. شوفوا لهنا ريتوها جارية، باش نزيدها شوية بركة هيك لين تتلملي، يعني ما نخليوهاش العجينة تيبس. راهو ما تنجموش تعملوا كويرات، يعني خليوها تبدا طريه. كان يبسط لكم زيدوا شويه من زهر وطريوها شويه، يعني كيما قلت لكم كيما الصابلي بالضبط هكاكا كيما عجينه الصابلي. انا هاكا باش نقعد نلم فيها هكا ريتوها لين كي نشدها في يدي يعني نحس نعمل كويره هكا كعبوره. سي بون يعني ما عادش نزيد الفارينه يعني هيك شفتوها هكا. هاو هذه العجينة متاعنا حاضرة باش نخليها ترتاح ونحضر معاكم الحشو الدخلاني اللي هو كما قلت لكم كاكاوية حطيت عليها مغرفة سكر، وباش نزيد هذاك زهر. نبدا نخلط هكايا لين تولي تتلملي يعني كيما نعملوا الصمصة. ولا يعني كاكاوية وسكر. تحبوا جلجلين زيد تجي أبن، زيد بجلجلين تجي تهبل جلجلين مرحي على الاخر وتحطوا فيه مغرفة سكر هكاكا والزهر. ولا شوفوها توا كيفاش تتلم هيك تولي يعني ريتوها هذيك تنجموا تحشيوا بها، هذيك سافا توا باهي هكاك. باهي تويكا باش نبدا نعمل ناخذ شوية عجينة هيك ونحط فيها شوية ماك الحشو هذاك. ولا ونكعبروا يعني نعملوها كعبورة هيك وننزلوا عليها شوية. ولا تشوفوا المراحل الكل. هذه وصفة أختي يعطيها الصحة والله. نحنا نعملوها ديما البسكوي هذايا نعملوه ديما نواد كوكو صافي، يعني ديما انا بيدي ديما نعملو. مي هي تعملو تحط فيه، مي هي تعملو بالجلجلين، تعرفوا بنين بنين على الاخر. جلجلين مرحي كيما معناها كاين يعني كيما الصمصة متاعنا متاع قبل. جلجلين مرحي وسكر كيما قلت لكم وزهر هكايا. ويجي تعرفوا مطعم فيه بنين على الاخر. اللي ما عندهاش كاكاوية وعندها جلجلين تجربوا بالجلجلين يجي زادا ياسر بنين. هكا هاو ياسر يعجبنا حاسيلو. انا عندي الكاكاوية عملته بالكاكاوية جاي زادا روعة. انا اكثر الفاكهة اللي نحبها هي البفريوة والكاكاوية في اللي جاتو، يعني بالحق كي تبدا الكاكاوية تبدا محمرة يعني معرجة ياسر تبن الحلويات يعني الجاتوات متاعنا. باهي هذوما عملتهم دي بودان هكا صغار، شوفوهم جاو بالطول. ساهلين زادا تحلوا الكعبة هكاكا اوفال يعني بالطول
وشوفوها هيك تحلوا الكعبة هكاكا بالطول وتحطوا فيها أكل العجينة هذيك الدخلانية الكاكاوية هذه اللي قلت لكم عليها ولا وتسكروا هاكا ترجعوها على بعضها خاطر العجينة طرية راهي تتسكر هيك ترجعوهم على بعضها وتسكروها ومن بعد هكا وين يجيكم ما تغفصوهاش يعني جست هكا باش تعمل لكم الشكل هذاك الطولي هكا هاو سهلة على الاخر والله ما فيها حد شيء وتطيح ما شاء الله طيحت كمية بالكدا يعني كعبتين عظم وقريب رطل فارينة تطيح لكم كمية باهية يعني كل يوم تحطوا المهم في الاخر كي تطيبوها ديما البسكويت تخبيوه في هكا في حاجة باللار والا بالخطا المهم وتسكروا عليها تقعد قد ما تقعد تزيد تطرى باهي انا توا راني حالة الفور يسخن في 200 درجة شعلت من اللوطة بالكل وباش نحط الطبق هذاك من فوق يعني الفور يشعل من اللوطة وانا الطبق باش نحطه الفوق شوفوا لهنا ولا هاك تخرجوه راهو انا ضو ذاك عاتي كلين ومستصفر مي هو ابيض اما اللوطاني تحمر يعني خاطر يلزم يطيب ولا شوفوا هذاك الداخليني اخذوا كي تخرجوه يعني تلقاوه طري راهو ما يقعدش برشا حكايه لا طارت درجين هكاكا اقعدوا عسوا عليه ما تخليوهوش لين يبس في الفور باهي لهنا عندكم زوز اختيارات يا اما تعملوا شحور انا عملت زوز كيسين ماء وزوز كيسين سكر وعصرة صغيرة قارص وخليتهم يغليو لين هكا شوية ثقل شوية هذاك كيما متاع الصمصة باهي والا زاده تاخذوا المعجون متاع المشماش تزيدوه شويه زهر تحطوه يغلي على النار ومن بعد تحطوا فيه البسكوي هذايا انا نحبه الحق بالشحور وزيد عندي شحور من قبل هذاك علاش عملت بشحور اما زاده بالمعجون يجي بنين على الاخر وطري ريتو الكعبة البسكوي راهي تولي طريه طريه على الاخر ولا هذوما اللي بودان هاكم حضروا نكمل هكاكا في النواد كوكو يعني مش شحور نحطهم في النواد كوكو تنجموا زادا اي فاكهة عندكم مي هو ما هو متاع نواد كوكو يلزم بنواد كوكو باهي لهنا هاوكا سي هذيك كعبة يعني هكا انا عملت زوز اشكال هذه كعبة هيك قصيتها شوفوها في الوسط وزادا هذه الطويلة هذه لوفال هاتا تشوفوها زادا شوفوا الطراوة جي طري على الاخر راهو كي تشحروه واللي يلزم شو ما قلت لكمش انا كي يبدا الشحور سخون والبسكوي بارد يعني حاجة منهم يا الشحور سخون والبسكوي بارد يا البسكوي بارد والشحور سخون ان شاء الله عجبتكم الوصفة وبسلامة في فيديو جديد الى اللقاء.